بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. عايز اتكلم معاكم النهارده في موضوع مهم جدا يخص رابطه الانديه المصريه. الجوله الثامنه من الدوري اتلعبت وانتهت، وزي ما هو كل الناس عارفه ان الجوله الاولى للجوله السابعه اللاعبين اللي كانوا مرشحين للفوز بافضل لاعب في الجوله كلهم كانوا من النادي الاهلي، من الجوله الاولى للجوله السادسه. الجوله السابعه طبعا لاعب غزل المحله احمد الشيخ فاز وطبعا تألق في مباراته واحرز هدفين مع فريق غزل المحله واخذ لاعب الجوله السابعه. وناس كتير جدا من اللي بيتابعوا الكوره يعرفوا حجم جماهيريه النادي الاهلي، الناس كلها وجماهير نادي الزمالك، وكان في اختلاف كبير جدا على مدار السنوات الماضيه ما بين اختلاف ما بين جماهير النادي الاهلي وما بين جماهير نادي الزمالك على حجم جماهيريه نادي الاهلي. بيقولوا احنا الاكبر، وجماهير نادي الاعلام نادي الزمالك يقول احنا لا الاكتر، واعلام نادي الاهلي يتكلم في ان جماهيريه النادي الاهلي هي الاكتر. طبعا موضوع استفتاء الجوله ده واستفتاء الجولات وقصه رابطه الانديه كلها لسه قصه حديثه العهد على الدوري المصري. شفنا في الجوله الاولى لعيبه النادي الاهلي حتى الجوله السادسه بتحصل على استفتاء وافضل لاعب في الجوله، حتى ولو كان اداء اللاعب ده اقل من لاعيبه اخرين كانت تستحق كل امانه. يعني كان في لاعبين اخرين كانوا مرشحين في الجولات الماضيه كلها كان فيهم لاعيبه تالقت مع فرقها واحرزت اهداف وصنعت اهداف. طيب الاختلاف اللي حصل ده ما بين جمهور النادي الاهلي وجمهور واعلام الفريقين على القنوات الفضائيه والتلفزيونيه وضح بصوره كبيره جدا حجم جماهيريه النادي الاهلي وحجم جماهيريه نادي الزمالك. للاسف الكبير جدا لعيبه نادي الزمالك كلها اللي دخلت في استفتاءات كانت بتاخد نسبه 2% و3% واقصاها 7 تقريبا في المية كان زيزو، في المقابل قصاد لعيبه النادي الاهلي اللي بتحصل على نسب فوق ال 80% وفوق ال 90% وفوق ال 95% في الجولات الماضيه. وده شيء انما يدل على ان جماهيريه النادي الاهلي جماهيريه كبيره جدا وجماهيريه عظيمه جدا. لكن في المقابل لازم نكون واضحين ان مش شرط ان اللاعب اللي بياخد افضل لاعب في الجوله ان هو ده فعلا افضل لاعب في الجوله. ممكن كان يبقى في لاعيبه كتير جدا كانت مرشحه لافضل لاعب في الجوله تالقت مع الفرق وتسببت في اهداف فازت بها فرقها في المباريات اللي هي لعبتها لحد الان لحد الجوله الماضيه. الجوله الماضيه طبعا الجوله السابعه قلنا لاعب غزل المحله اخذ طبعا ما كانش فيه لاعيبه مرشحه لان النادي الاهلي تعادل، فما فيش لاعيبه رشحت من النادي الاهلي، والا كان برضو لاعيبه النادي الاهلي بحجم جماهيريه وعظمه النادي الاهلي وعظمه جماهيره كانت هتديله نسبه 96 97% قدام اي لاعب تاني. الجوله الماضيه بقى رابطه الانديه بقى ده الشيء الغريب والشيء العجيب ان رابطه الانديه قالت لك لا، التصويت طبعا على الموقع على تويتر كان بتدوس على اللاعب اللي انت، لا قال لك لا بقى النظام ده لا، ده احنا لازما ايه يسجل اسم اللاعب. يعني عايز اكتب مثلا علي معلول يبقى علي معلول، احمد سيد زيزو يبقى احمد سيد زيزو، وكان معاهم مصطفى فتحي ولاعب او لاعبين اخرين في الجوله اللي فاتت. وطبعا علي معلول كانت ترند على تويتر بسبب كتابه اسم علي معلول طبعا من جماهيريه النادي الاهلي. في خلال اول ساعتين ثلاثه علي معلول من بدايه الاستفتاء علي معلول حسم الاستفتاء تماما لصالحه، وده يدل على عظمه جمهور النادي الاهلي. طبعا رابطه الانديه شيء غريب جدا ان هي بتحاول تغير نظام التصويت او بتحاول تغير سيستم نظام التصويت موجود كله في الدول الكبيره جدا وفي العالم نظام واحد للتصويت. لكن رابطه الانديه يمكن ما كانش عاجبها ان لاعيبه النادي الاهلي مستحوذه على غالبيه الاستفتاءات، وده شيء طبيعي لحجم جماهيريه النادي الاهلي. يا ريت بقى رابطه الانديه الفتره اللي جايه ما تقترحش اقتراحات جديده، خلي بالك ده شيء منتظر. ممكن كمان من الحاجات المنتظره ان رابطه الانديه تلغي افضل لاعب في الجوله اصلا نهائي، لان طبعا محسومه بنسبه كبيره جدا للنادي الاهلي لو مشي بالنظام ده. كل ترشح بيترشح فيه اي لاعب من النادي الاهلي، اي لاعب ولو اقل مركز في النادي الاهلي، لو على دكه الاحتياط لاعيبته هتاخد لاعب الجوله من رابطه الانديه. وللاسف نادي الزمالك عشان ياخد زي الاعلام الكبير محمد شبانه اتكلم في ان عشان لعيبه نادي الزمالك تاخد لاعب الجوله لازم الثلاث لعيبه او الاربع لعيبه المرشحين للاعب الجوله يكونوا كلهم من نادي الزمالك، وده انما يدل على حجم وعظمه جماهيريه النادي الاهلي مش بس في مصر وفي الوطن العربي كله. شكرا لكم، حبيت اوضح موضوع قصه رابطه الانديه وقصه الاستفتاء.